اهلا وسهلا بكم في قناة صلح العطل بنفسك. النهاردة معانا فيديو جديد ومهم جدا جدا جدا. الفيديو بيتكلم عن عطل خبيث في الغسالات الاوتوماتيك. الغسالة الاوتوماتيك بتسحب مية وتعمل ستوب وما بتشتغلش لا غسيل ولا عصر. تيجي بتحول على برنامج العصر تلاقي الغسالة طردت المية ولكن ما بتلفش معايا الحلة عصر. الموتور مش واخد اي اوامر خالص ومش شغال. حضرتك هتقعد تلف على بوردة وعلى الموتور والشربونات والتاكو و كله ده بره الحكاية. هنبدأ مع بعضينا الحلقة النهاردة وهناخد معلومات مهمة جدا ركز فيها الإفادة ليك انت. اللي في ايدي ده مسؤول عن حاجات كتير. ده اول حاجة اسمه ليفنج او ميزان مياه. ده المسؤول عن منسوب المية داخل الغسالة. بيبقى هنا متصل خرطوم رفيع بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. خرطوم بيبقى راكب هنا اهو كده بالشكل ده، وبيبقى ده راكب في الغسالة وعليه فيشة هنا بتركب الناحية دي هنا كده. مجرد الناحية التانية من الخرطوم بتبقى راكبة في حلة الغسالة. كل ما بتملى مية بيتعدي المية جوه الخرطوم ده هو لغاية ما تضخ الهواء قدامها. كل ما المية تعلت بتلز الهواء قدامها. عند ما لز الهواء اسمع معايا كده. اول ما ننفخ هنا في الخرطوم الطرف التاني الميزان هيعمل ايه؟ ولو في الميزان التاني هنا بتسمعها اشد اهو. ده برضو نوع من انواع الموازين اهو. لما ننفخ تسمع الطقة دي. بنرجع الهواء بتسمع التكة التانية. يعني اهو كده اهو كده احنا نفخين. هنسيب الهواء سمعنا الطقة التانية. طيب تعالى نفهم ايه منظمة ده وايه تركيبه. اول حاجة في منه اشكال 100 شكل. طبعا ده يختلف شوية لان ده الكتروني فيه نظام بوردة داخلية اهو. حتى لو نفخت فيه كده هتلاقي الطاقة هتحسها في ايدك خفيفة جدا مش هتسمعها. طيب تعالى نفهم ايه شغله وايه وظيفته، وخاصة ركز في النوعية دي اللي هي على كارتة داخلية. ده بيلخبط الغسالة تماما. يسحب مية ويظبط منسوب المية تمام وكل حاجة، لكن بيعمل ستوب. ما بيكملش، ما بيشغلش، ما بيديش امر للموتور. طب ده بيدي امر للموتور؟ يا عم بيدي امر للموتور. تعال نشوف كده مع بعضينا. هحاول اشرح لك شرح مبسط عشان تفهم معايا. يعني كده اهو بص، ده الطرف الرئيسي كهرباء اهو اللي هو رقم 1. رقم 2 اهو ده مش شغال معايا. رقم 3 شغال. طيب المفروض رقم 2 ده بيبقى متصل بالموتور. عندما تاخد منسوب المية الرج جوه بيحمل معايا بيدي الكهرباء الرقم 2 اللي هو هنا، فبيروح مديها للموتور اهو بالشكل ده اهو. هو كده فاصل اهو. تعالى ننفخ هنا من الناحية دي ونشوف. اسمع الصوت وخلي عينك على الإضاءة اهو بالشكل ده. منسوب المية اتملى. هو حاليا بيملى مية. مجرد ما بيملى مية بيدي المية. اول ما بتضغط هنا بيحمل على الرج، بيرجع يفصل الكهرباء عن الطرف ده اهو وبيديها
بيدي امر للموتور ان هو كده، انا كده عملية المياه اكتملت معايا، اشتغل، اللي هو بالطريقة دي اهو. طيب من حوالي 3-4 ايام كانت قدامي غسالة فيكتوريا، اتصل بيا العميل. الغسالة بتشتغل، بتسحب مية، لكن ما بتغسلش. بحولها على برنامج العصر، ما بتعصرش، بتطرد المية، لكن الحلة ما بتلفش تماما. انا جبت فني فحص الموتور، قال لي الموتور سليم، فحص الكارتة سليمة، لكن انا مش عارف اوصل لحل. طبعا على طول وانت مغمض مشكلتك كلها في الليفل او حساس المياه. مجرد ما هتغير ده هتلاقي بدأت تظبط معاك، وخاصة النوع ده اللي على كارتة ده بيعمل معاك لخبطة كبيرة جدا. في طبعا كذا شكل وكذا نوعية، اشكال مختلفة كتير. يعني في نوعية زي كده مثلا اهو، الاشكال كتير على حسب الغسالات، سواء غسالة اوتوماتيك او غسالة فوق اوتوماتيك. فطبعا الكلام ده برضو ينطبق على الغسالات الفوق اوتوماتيك. مجرد ما تحمل على اول طرف اهو، الطرف الاولاني بالشكل ده، هتحمل على الطرف ده تلاقيه عامل معاك قفله اللي هو مشغل معاك. هتحمل على الطرف الوسطاني اللي هو المفروض يدي امر للموتور ان هو يشتغل تمام. مجرد ما احنا هنركب الخرطوم كده وهننفخ الناحية التانية على اساس ان هو كده الحلة اكتملت مستوى المية اللي فيها، هتلاقي الميزان ادى معايا تكة خفيفة، وفي نفس الوقت اشتغلت معايا الغسالة بالطريقة دي اهو. طبعا لمبة السيريا بتحل مكان الموتور، مجرد ما نفخت هيبدأ يشتغل معايا الموتور على طول مباشر كده. طبعا الطرف التاني ده بيكون رايح للسمان، يعني ركز معايا واحدة واحدة. هو بياخد طرف كهرباء رئيسي، خليك معايا، بياخد هنا ده طرف الكهرباء الرئيسي، والطرف الوسطاني ده بيديلي الموتور، الطرف التاني بيديلي السمان بتاع المية. فهو بياخد الطرف ده وعلى طول مباشر بيديه لمين؟ لصمام المية هنا اهو بالشكل ده كده. صمام المية شغال عمالك يعبي الغسالة، بيدي مية للغسالة. فانا بنعمل ايه؟ عندما المية تكتمل الميزان هيبدأ ينفخ هنا، هتلاقيه فصل عن الطرف بتاع الصمام ورجع يديني للطرف بتاع الموتور اللي هو وسطاني. يعني انا هننفخ هنا هتلاقي اللمبة فصلت معايا، هنرجع نحمل في النص هنا هتلاقي اللمبة اشتغلت اللي هو المفروض الموتور معايا. واحدة واحدة خليك معايا كده اهو، الحلة بتملى مية وخدت طرف الصمام بالشكل ده. احنا نافخين واديني قافل اهو، ارجع لورا بالكاميرا اظبط الكلام اهو بالشكل ده. احنا الهواء مضغوط وانا قافل وش الخرطوم عشان الهواء ما يتسربش كده، قافل على الصمام. هتلاقيه راجع معايا مدي مين؟ مدي الموتور في النص اهو، الطرف الوسطاني اللي هو بتاع الموتور بالشكل ده اهو. طيب لو نلاحظ نلاقي الغسالة احيانا بتسحب مية، تشغل الموتور بيلف لفتين ترجع تسحب مية تاني. طب ليه؟ اهو يعني كده انا الموتور اشتغل معايا. مجرد ما الملابس اللي داخل الغسالة بتشرب منسوب الماء، بتشرب من كمية المية،
فمنسوب المياه بيقل داخل الغسالة، فبيرجع زي كأنه أنا فرغت منه هو بالشكل ده، يفصل ويرجع يدي الصمام تاني بالشكل اللي انت شفته. تمام؟ فبالشكل ده احنا عرفنا أهمية الميزان. في معظم الفنيين أو بعض أصحاب الغسالات عندهم معلومات عن الميزان ده، إنه هو ده مسؤول بس فقط عن درجة المياه داخل الغسالة. أنا بيسحب مية ولا ما بيسحبش؟ طبعا لو غسالتك بتسحب مية على طول وما بتفصلش، العيب في ده. لو غسالتك بتسحب مية وبتفصل وما بتشتغلش الموتور، برضو العيب عندك في الميزان. طبعا ده هتلاقيه دايما في اي غسالة فوق اعلى من مستوى الحل. في الغسالات الاوتوماتيك هتلاقيه الغالبية العظمى فوق على اليمين مجرد ما تفتح الغطاء. في الفوق اوتوماتيك هتلاقيه في الظهر ورا من فوق برضو تحت الحنفيات بتاعت المية اللي هي السماء. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو كانت يا رب تنول اعجاب حضراتكم، ولو كانت الحلقة مفيدة ليك ما تبخلش علينا باللايك. ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة فانت كده فايتك كتير، الحق بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.